هل أنت مع من يكفرون الشيعة؟ هذه آخر نقطة في هذا الموضوع. عامتهم يمكن يكون فيها نظر، أما علمائهم أنا بالنسبة لي أرى كفره بدون تمييز. علمائهم نعم. هل أنت مع إطلاق الحريات الدينية عموما؟ الحرية عندنا لها حدود. إذا سمحوا مثلا هل يسمح في الفاتيكان أن يبنى مسجد؟ شيخ عادل، الفاتيكان هو مقر الكنيسة البابوية، في حين أن الأماكن المقدسة في السعودية هي لكل المسلمين بكافة طوائفهم ومذاهبهم. بكافة طوائفهم، وهكذا لا يسمح بالفاتيكان أيضا أن يقام به البروتستانتية مثلا. ماذا تفعل بالمسيحي؟ أين يذهب مثلا بالنسبة للكنائس؟ المسيحي مأذون له أن يصلي في بيته إذا صلى في مكان ما عندنا مشكلة، لكن أن يقرع الجرس في أرض المملكة هم لا يقولون هذا التوجيه النبوي. التوجيه النبوي عندنا الذي نعمل به أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. طيب تمام. فإخراجهم لا بمعنى هذا متروك لولي الأمر لا شك، لكن لا يعني إقامتهم إلا للضرورة القصوى. طيب شيخ عادل، ألا يتناقض كلامك هذا يعني بأنهم يعني لا يسمح لهم بكذا وكذا مع يعني موضوع حوار الأديان؟ يعني السعودية تفتح حوار أديان معهم، ما هو الأساس إذن؟ فقط من أجل الحوار؟ أليس بحيث يأخذ كل ذي حق حقه؟ يأخذ كل ذي حق حقه في الحدود الشرعية، لأننا نحن لا نتكلم من منظور شخصي، نحن نتكلم من منظور شرعي. ولكن ألا توافق على أنه يجب أن يكون هناك مقياس مشترك؟ الحدود الشرعية من منظور المسلمين أنتم، ولكن ليس من منظور المسيحيين الموجودين في السعودية، أليس كذلك؟ أي هو جاء ليزور، ليس مواطنا. لو كان مواطن شو اسمه نصراني ربما يكون هناك نقاش، لكن أصلا هو زائر، هو يعني ضيف يمكث مدة ثم يذهب، وهو يعرف لم يأتي له وقد عرف النظام. ولا يطالبني أحد بأني إذا زرت بلدا أن أغير أنظمته. ليس يغير أنظمته، ولكن ألا توافق على أنك إذا زرت بلدا مثلا تتمنى أنت كمسلم أن يكون هناك مسجدا تصلي فيه بغض النظر كنت مواطنا أم لا، أليس كذلك؟ أتمنى لا شك، لكن الحمد لله أننا عندنا بمنظور النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طيب يستطيع المسلم أن يصلي في أي مكان. طيب أنت قبل قليل شيخ عادل كفرت علماء الشيعة دون عامتهم كما قلت، يعني البعض قد يقول يعني إذا كان هذا ليس تعصبا فما هو التعصب إذن؟ هو ليس تعصبا إلا إذا كنت تريد أن التعصب للدين فأنا نعم متعصب، هذا لا أتبرأ منها. لا أستطيع أنا بالنسبة لقناعتي الشخصية لا أستطيع أن أقول عن شخص يعلم مكانة أبي بكر رضي الله عنه ثم يسبه ويتقرب إلى الله ببغضه والتحذير منه ولعنه، لا أستطيع أن أقول عنه مسلم. العامي يمكن أقول مغرر به جاهل، لكن الذي يعلم مكانة أبي بكر ثم يكفره وينفي صحبته هذا لا شك في كفره حتى لو كان سنيا. هل أنت مع مطالبة المرأة في السعودية بالحصول على الحقوق كما تقول مثلا؟ نسمع كثيرا أن هناك حقوق يعني تشعر هي أنها ناقصة. هي عندها حقوق ناقصة، لكنها ليست ناقصة لا بالنظام ولا بالإسلام، هي ناقصة بالتطبيق الشخصي عند الأزواج وعند الآباء. والدولة أيضا. المجتمع ألا يفرض أيضا؟ المجتمع يفرض حدوده والدولة؟ ما أرى أن المجتمع فرض شيئا على المرأة الآن عندنا وصلت إلى نائب وزير. يعني قيادة السيارة هل هي الأهل أم هي المجتمع لا يسمح للمرأة بقيادة السيارة؟ يعني إذا كانت حقوق المرأة فقط مختزلة كلها في قيادة السيارة. لا جبنا مثال، نحن أوردنا مثالا شيخ عادل، فقط مثال. إيه لا هو إذا أردته كمثال أيضا لا يوجد مثال آخر إلى أن المرأة منتقصة الحقوق في المملكة، لأنها الحمد لله موظفة وطبيبة وعاملة. أنا حاورت شيخنا الشيخ بن عثيمين في هذا وأكثرت معه الحوار، وخلصنا إلى أنه من قتل نفسه فهو منتحر حتى ولو كان بحجة النيل في العدو. حتى العمليات اللي يسمونها الجهادية هذه عملية انتحار حقيقة. هذا رأيي أدين الله به وأواجه الله به. هو منتحر، عاد كون الله يغفر له أو لا يغفر له هذا شيء ليس عندي. أما في حكمي أنا
أحكم عليه بأنه منتحر. أرى أن اختياري للإمامة أبلغ بكثير من انتخاب أوباما، مع وجود ترى المناصب الأخرى يمكن يكون فيه ناس كانوا سابقين، لكن بالنسبة لهذا الوضع في عصرنا الحاضر كان قرارا شجاعا فعلا. وأرى أنه أميز من مسألة كيف اختيار أوباما. شو وجه التميز؟ وجه التميز أن هذا جزء من الديمقراطية، جزء من العالم. هذا يدل أن الناس اللي اختاروا أكثر. الحرم يدل على عموم المسلمين، هذا مكان لعموم المسلمين. الحرم نعم، فالعمومية أشمل من مسألة البيت الأبيض، محصور في أمريكا مهما كبر.